الوقت، وهاي الخبصه مال السادس كليه راح نحلها ان شاء الله بسلسله جديده. اهم نقطه واول نقطه اللي لازم كل طالب عليه انه يعتمدها اللي هي التخطيط والجدوله. ايش تقصد استاذ انه التخطيط والجدوله؟ موعد خلينا نسولف سوالف هنا على قولتهم. بالنسبه للتخطيط لازم انه انت قبل لا تنام، اوكي هسه أنا اليوم قبل لا انام باكر ايش عندي؟ اجي اخلي ورقه وقلم عندي، اجي اشر كل المهام اللي انا لازم اسويها. اروح انا للمعهد، عندي من محاضره فلانيه مثلا محاضره احياء من 2 ل 4، محاضره رياضيات كذا، اجي اجدول كل شيء. زين؟ لانه بعض الطلاب يقول استاذ انا وقتي كله يروح بالمعهد. وياك جيتك جدول كل اليوم مالتك، انه انا اجي اكتبه بورقه واخلي بصفه علامه صح، واخلي بصفه الوقت. انه انا اليوم عندي محاضره احياء من 2 ل 4. زين؟ انا ايش عندي مثلا من 4 ل 5 ممكن استراحه، اخلي بصفه 4 5 عندي استراحه. وهكذا اجدول كل المهام مالتي اليوميه اللي باكر لازم اسويها، من معهد، من طلعه، من طبه، من دراسه، من دراسه مواد، شنو المطلوب مني من اني اراجع لازم كليته اجدوله. زين؟ استاذ ليش؟ ضروري انت كطالب سادس يكون عندك نظام تمشي عليه، وهذا النظام ما تجدوله هو الوحيد اللي يخليه غصبا ما عليك تلتزم. لان احنا بطبيعتنا صراحه نسخت ونخلي الوقت يمر، فهذا الجدول اوكي انا كنت قبل سنوات ما انصح به صراحه، انه اقول يابا لازم ادرس من 8 ل 10، من ال10 مثلا ل 12 وهكذا، كنت انه اقول ما انصح به الطالب. بس ما انصح به الطالب مو خلال المرحله اللي قبل المراجعه، باوعلي المرحله اللي بالمراجعه بعون الله راح نحكي عليها هواي. بس انت المرحله اللي قبل المراجعه مالتك اللي هي هسه هاي الايام مالتك ايام الدراسه بالوقت العادي، اوكي ممكن بعض الدول يشوفونه اللي هي ايام مو ايام المذاكره، الايام العاديه للدراسه. ضروري جدا تجدول يومك، لانه ما راح تجدول يومك راح تعرف انه ايش قد اكو وقت من يمك راح يضيع. انت مرات تقول استاذ انا ما عندي وقت، يابا وين الوقت عندك 24 ساعه استاذ ما ادري وين. فلازم شو اسوي؟ اجدول وقت النوم ما تشقد، ومن يا ساعه ليا ساعه، وش وقت اقعد، وشنو اللي اسويه خلال اليوم، وصدقني راح تلقى نفسك وراح تلقى الوقت مالتك اللي ضايع من يمك. اما لا والله تجي تلف راسك وتنام قبل وتقعد انت متاخر وتروح للمعهد، او على العكس تماما. انا اعرف بعض الطلاب يروحون للمعهد يومين 3 ايام جره واحده، ينام له ساعتين 3. صدقني المعدل هذا المعدل بالوزاري ال 99 ال 100 ال 98 كليته محكوم هنا بالراحه لهنا. اذا انت ما مرتاح بسبب النوم مالتك، لانه انت اذا ما تنام ماكو استراحه للعقل، ماكو استراحه للدماغ مالتك، ماكو استراحه للاعصاب مالتك، راح تبقى دائما متوتر. تاخذ المعلومه صح اوكي، انت قاعد تشرب هالطاقه وهالقهوه، هاي المشروبات مالت الطاقه خصوصا تاخذها وتقعد اوكي بالمحاضره مقابل المدرس، بس يطب لنا يطلع منها، ترجع للبيت تعبان. بس تجبر روحك على الدراسه هذا اكبر غلط. فلازم انه تحدد وقت نومك، والوقت مالتك كليته مالت اليوم يلا انه تبدي انه بدراسه نقول فعليه، يلا انه انت حددت مستقبلك. فاهم نصيحه اخوان اللي انا كنت اتبعها بالسادس، معدلي كان بالسادس 99.14. اوكي حبايبي، وانا اليوم دكتور وطبيب الحمد لله والشكر، وايضا مدرس ماده احياء. فخليها براسك انه لازم عندك تخطيط لليوم، بدون تخطيط انت يومك كله ضايع. اهم شغله ممكن تنضاف لهاي النقطه، انه انا اليوم رجعت من المعهد ماخذ 3 مواد على فرضا احياء فيزياء رياضيات، وباكر عندي امتحانين يوميات، اوكي مثلا ممكن كيمياء وانجليزي. اجي بس ذن اللي اقراهن، شنو اللي اخذته اليوم؟ بس هذا اللي اقراه. اول شيء اراجع باوع، اول شيء اراجع، دير بالك اراجع اللي اخذته اليوم ورا المدرس مباشره، يلا ابدي بمال باكر. مال باكر همتين اراجع. ونقطه مهمه، ركز على اليومي بالبدايه، يلا تروح على الامتحان الفاينل او النصف فاينل او الشهري ايا كان. فانت اليومي مالتك شنو؟ انا اليوم ايش اخذت اليوم اقرا. اذا تقول لا والله باكر عندي امتحان فيزياء، باكر عندي امتحان كيمياء، باكر انجليزي نصف فاينل في شهر اول شهر ثاني، شو يسمون؟ غلط. لازم تركز على اليومي، لانه انت اذا ضبطت اليومي من راح تجي الامتحان الفاينل ترى والله العظيم بس تقلب اوراقه. فهاي الطلاب انه هنا الخوف انه مركز على الفاينلات. بابا انت رايح للمعهد او رايح انه للمدرسه او رايح للخصوصي ايا كان نسميه او للالكترون امتحانات، انت جاي تتعلم. راح تقول استاذ المدرسين يطردون، اي ادري يطردون، ممكن يدزون على اولياء الامور. ليش؟ لان انت ما جاي تراجع. انت لو تراجع مباشره اول باول والله العظيم خلي نظام عندك فد اسبوع انه ركز فقط على اليومي. اول ما ترجع من كل ماده اخذتها، او مثلا اول ما تكمل محاضره اليوتيوب او محاضره الالكتروني، واحب انوه انه احنا فتحنا هسه عرض جديد للالكتروني،
المنهج كامل ب 200 ألف. من الفصل الثاني جاء نطبق نظام كلش حلو، محاضراتنا موجوده، وايضا الفصل الاول كليته كتجريبي موجود على اليوتيوب بعون الله. فكل شيء موجود عندك، نظامنا يخبر وتقدر تستفسر عليه وتشترك. فجبناه على طار المحاضرات الالكترونيه، من تكمل المحاضره الالكترونيه مو سدوا مع السلامه وباي باي. اوكي لا، اجي انا ايش عندي؟ ايش خذها الاستاذ؟ مباشره اجي اراجع بيها. ماشي حبايبي، ضروري جدا المراجعه بعد المدرس. هسه نجي للنقطه اللي هي الدراسه الفعاله، شلون انا تكون دراستي فعاله؟ باوع حبيبي، للامانه خلي احكيها انه بصدق، انا همتين كنت مثلك طالب سادس وحاير. بس اهم نقطه لازم تختار المدرس صحيح. اختيارك للمدرس الصح يعني مستقبلك صح، يعني دراستك صح، يعني كل شيء صح قدامك. ليش؟ لانه المدرس اللي فهمك اليوم الماده ايا كانت، احياء، انجليزي، كيمياء، خليها براسك، والله حتى الاسلاميه. المدرس اللي يعطيك ماده فهميه راح يسهل عليك هواي. راح من ترجع انت تقرا وراه حتكون انت حافظ مباشره. ليش حافظ؟ لانه فاهم الماده. بينما انت مدرس مختاره هو يفهم، يدرخك العفو ويحفظك بداخل القاعه وداخل المحاضره بس تحفيظ بدون فهم، لا والله راح تلاص عليك. فاختيار المدرس اللي يفهمك. وعلى طار المدرس اللي يفهمك، دائما يقول الاحياء والله حفظيه استاذ، لا صدقون الاحياء ماده فهميه بحته. والدليل شوف محاضراتي، المحاضرات مالتي انطي الماده بالتفصيل الممل. وخلي ببالك لازم تختار المدرس اللي يفهمك الماده، ينطيك ثرائياتها الصعبه، الاسئله الصعبه، وينطيك الوزاريات مالته ويحل لك التمارين والاسئله. غير هذا عوف، هذا كلك، بهالمعنى اقول لك اياها. فانت من تجي هسه محاضراتنا اللي على اليوتيوب اللي منطيك اياها، منطيك هاي اللي تخصصنا بها والتخصصات كليتها اللي هي ثرائيات، وزاريات، تمارين، كليتها انا منطيك اياها. والله حتى طرق الرسم انا نعطيها طلابي خصوصا بالالكتروني وبالحضوري. يعني انا تعاقدت لهم ويا رسامه محترفه حتى تعلمهم الرسم بادق التفاصيل. اليوم اريد الطالب مالتي يوصل لل100. فانت لازم تختار المدرس صح. هسه واحد يقول استاذ جاي يسوي دعايه لنفسك، لا، الشيء في شيء يذكر. انت اليوم لازم تختار، لازم والله، مو انا والله اختاريت بدايه السنه مدرس مو زين وابقى باقي علي انه نهايه السنه. لا، ايش يدمر وقتك؟ ما دام الوقت بعده موجود، اي ماده تعاني بها بسبب مدرس يحول وعوفه. ما عندك امكانيه تحول، روح ادرس على اليوتيوب. كليتنا ما مقصرين ترى باليوتيوب، والله كليتنا مكملين مناهج وجاي نكمل مناهج وجاي نمشي بالماده. يعني عندنا يوتيوب، عندنا الكتروني، عندنا حضوري. يعني بصوره عامه كل المدرسين، على الاغلب المدرسين، حتى ما اكون انه اجمالي ككل. فلازم تختار المدرس بشكل صحيح. اختاريت المدرس الصحيح، شوف الملزمه مالته، فدوى لقلبك، شوف الملزمه مالته. يا ما مدرسين زينين لكن ملازمهم تعبانه، فراح تضطر انه انت تغير المصدر، وراح تقرا كتاب، وراح تقرا وزاريات، وراح تقرا مدري ايش، وغير مدرس. هنا غلط كارثه. لازم تختار الملزمه الصح. على طار الملزمه الصح، انه انا كملزمتك يا ابو الفضل الساعدي ما اخذ لك ماده الكتاب نسخ لسخ حاطه. وش ضايف لك وراها؟ ضايف لك انه الاسئله والاسئله الوزاريه، وخلال المحاضره انطيك الاثرائيات تكتبها فوق الملزمه، وعازل لك الرسوم، عازل لك المقارنات كلها. حتى شنو؟ حتى يبقى عندك مصدر واحد. ضروري جدا انه يكون عندك مصدر واحد تعتمد عليه، لا كتاب بجهه، وزاريات بجهه، وملازم بجهه وكذا. هسه ممكن بعض المدرسين مثلا بالفيزياء بالكيمياء ما يقدر يخلي كل الوزاريات وهي ماده الكتاب. اوكي، انت هنا مجبور انه انا اقرا وزاريات واقرا ماده الكتاب، مو اروح اجيب الكتاب واجيب ملزمه فلان مدرس لانه قالوا لي قويه وما ادري ايش، والصاحبي ذاك يقرا على. غلط غلط اخوان، غلط. لازم مصدر واحد.